كم مرة لقيت السوق بيتحرك بقوة من مستوى كنت بتراقبه، لكن دخلت متأخر أو خرجت قبل ما الحركة تبدأ فعليا. المشكلة مش إنك ما شفتش المستوى، المشكلة إنك ما عرفتش نوع الدخول الصح في اللحظة الصح. وده موضوع حلقتنا النهاردة، أنواع الدخولات. إيه هي أنواع الدخولات دي؟ هقولك كمان شوية، بس خلينا نشوف الصورة دي الأول. اللي حضرتك شايفه ده بيكون صفقة بيع بعد انتظار التأكيد بأحد الأنواع اللي هكلمك عنهم النهاردة. والدخول ليه 4 أنواع وتقدر تختار النوع اللي يناسبك. يلا بينا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. قبل ما نتكلم عن أنواع الدخولات لازم نعرف إن أي دخول ناجح هو نتيجة ل3 خطوات. 1. تحديد الاتجاه البايس. 2. تحديد مناطق الاهتمام كي ليفل. 3. اختيار نوع الدخول المناسب حسب السياق. لو السياق غلط أي دخول هيتحول لفخ، ولو النوع غلط ممكن تدخل في وقت التصفية بدل الانطلاقة. أنواع الدخولات 4 أنواع وهم: 1. MSS Market Structure Shift. 2. IFVG Imbalance Fair Value Gap. 3. CISD Change in State of Delivery. 4. Breaker Block. تعال نتعرف على كل واحد منهم وإزاي ندخل بكل واحد منهم. ال MSS هو اللحظة اللي بيحصل فيها كسر هيكلي حقيقي يغير تدفق السوق من اتجاه لآخر. في ال ICT وال PO3 دي لحظة تأكيد إن القوة انتقلت من البائعين للمشترين أو العكس. علامات ال MSS: كسر آخر قمة أو آخر قاع، الكسر يكون مدعوم بشموع قوية، غالبا بيجي بعد أخذ السيولة. ال MSS تكون عند منطقة اهتمام لضمان الفعالية. طريقة الدخول: بعد ما يحصل الكسر استنى التصحيح لمنطقة اوردر بلوكس داخلية أو فير فاليو جاب داخلي، ووقف الخسارة تحت منطقة الاهتمام مباشرة اللي دخلت منها. ومدام الشروط كلها توفرت مثل التأكد من البايس وربط الفريمات وتحديد ال PO3، خليك كريم شوية في وقف الخسارة وخليه أبعد شوية. ومعلومة محدش بيكلمك عنها لأن البعض بيشوفها مش مهم إنه يحكي لك عنها، وهي لما تيجي تدخل الصفقة اعمل حساب للسبريد. وعلشان كتير منكم طلب مني إني أرشحه لشركة الوساطة اللي أنا مشتغل معاها وتكون فعلا أمان جدا، في الحلقة الجاية ممكن أتكلم عنها لو حابين أرشحها لكم، اكتبولي في الكومنتات. بالمناسبة الشركة اللي أنا شغال معاها بقالي 3 سنين ومغيرتهاش أبدا، وأظن إني مش هغيرها أبدا لأنها شركة عالمية بصراحة. إيداع في ثانية وسحب في ثانية وفلوسي في أمان، وأنا شغال فيها في صمت ومش بحب أتكلم عن شركات وكده، لكن مدام الحاجة دي هتخدم متابعيني وتحافظ على فلوسهم ما عنديش مشكلة أتكلم عنها. في 4 شركات عرضوا عليا عروض قوية جدا مقابل إن أروج ليهم في قناتي. الحقيقة العروض دي فيها مبالغ مالية كبيرة وفيها جوائز، لكني رفضت، وده ببساطة لأني متابعيني مش لعبة عشان أقدم لهم أي كلام، وأنا مسؤول عنكم قدام ربنا، ولازم الحاجة اللي أقدمها ليكم تكون أولا فيها فايدة حقيقية كاملة ليكم، حتى لو أنا مش هستفيد حاجة. زي الكورس ده تماما، كورس كامل مجانا فيه فايدة حقيقية ليكم من غير أي ربح مادي منه، بل على العكس تماما، في كتير جدا وأعرفهم على المستوى الشخصي عاملين كورسات مدفوعة، وأنا مش ضد ده لأنه حقهم ووقتهم، ولكن أنا هنا كل هدفي إني أقدم لك حاجة تفيدك. والكورس ده مش آخر كورس هقدمه، بالعكس أنا مستمر معاكم في رحلتكم لحد ما كل المشتركين عندي فعلا يكونوا متداولين حقيقيين. مادام انت اشتركت في القناة وفعلت الجرس يبقى هدفك تصبح متداول حقيقي بدون وهم. هذا النوع من الدخول هو في الأساس Fair Value Gap تم كسره، بعدها يرجع السعر يملى المنطقة المكسورة وتتعامل معها كمعاملة كسر منطقة مقاومة تحولت لمنطقة دعم. الشروط إنها تتكون عند منطقة اهتمام، إن يكون الكسر بشموع قوية، بعد الكسر تتحول الفير فاليو جاب
إلى imbalance fair value gap. انتظر إعادة التصحيح والدخول بعد إعادة التصحيح. وقف الخسارة أسفل الامبالانس fair value gap. النوع الثالث CISD Change in State of Delivery، هو اللحظة اللي بيتغير فيها نمط تسليم السعر من expansion إلى reversal. ببساطة السوق بيغير طريقة تحركه، تحديده يكون ساحب سيولة، تحديد آخر شمعة في الاتجاه الهابط، والإغلاق فوقها بقوة، نفس شمعة الأوردر بلوك. هذا النوع له نوعان: شمعة واحدة يجي بعدها إغلاق قوي للأعلى، أو عدة شموع. شمعة ال CISD تكون عدة شموع هابطة يجي بعدها إغلاق قوي للأعلى. شروطه إن يكون متواجد عند منطقة اهتمام، انتظار الإغلاق للأعلى، انتظار التصحيح للرجوع إليها، الدخول بعد التصحيح، ووضع وقف الخسارة تحت الشمعة. النوع الرابع بريكر بلوك. الفكرة الأساسية: البريكر بلوك هو اوردر بلوك تم كسره ثم عاد السعر واستخدامه كمنطقة انعكاس. هو فخ ذهبي يوقع المتداولين اللي اعتمدوا على الاوردر بلوكس بدون مراعاة السياق. كيف يتكون؟ 1. السوق يكسر الاوردر بلوك، ولأجل الدقة أكثر حدد القاع، ثم يرجع السعر ويكسر هذا القاع الذي كان محددا. بعد ذلك نحدد القمة، ننتظر أن يصعد السعر ويكسر القمة ونحدد البريكر بلوك. ويكون الشمعة الخضراء وعدة شموع. اتنين، الدخول يكون بعد إعادة الاختبار، ووقف الخسارة يكون تحت البريكر بلوك. وإذا كان هناك فير فاليو جاب تحت البريكر، ضع وقف الخسارة تحت منطقة الفير فاليو جاب. شروط البريكر: أن يكون متواجدا عند منطقة اهتمام، أن يتم الكسر بإغلاق قوي للبريكر، أن يعود السوق ويختبره، أن نفس المنطقة تتحول من دعم إلى مقاومة، أو العكس. الربط بين الأنواع الأربعة: MSS يحدد بداية تغير الاتجاه، البريكر بلوك يثبت أن الكسر الهيكلي حقيقي ويمثل فخا، I imbalance الفير فاليو جاب يعطيك نقطة دخول دقيقة داخل الحركة، CISD Change in State of Delivery يكشف لحظة التحول في تغيير الأسعار. ودلوقتي السؤال لحضرتك: بعد ما عرفت أنواع الدخول الأربعة، هل أنت فعلا تختار الدخول المناسب حسب السياق؟ أم ما زلت تبحث على الصفقة التي تبدو مثالية على الشارت لكنها ضد حركة السوق؟ بالبلدي كده، هتختار أي نوع دخول؟